الشطه وجمالها. بصوا لونها من جوه عامل ازاي، خطير. خلصناها وبردت، هنغطيها. طبعا لازم نعمل كده عشان الهواء. نقفلها كده اهو كمان. دي كانت وصفتنا النهارده، هريسة الشطه. يا رب تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من مستجد وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بسم الله. ده فلفل، ده معاده فلفل، ده اسمه فلفل بلحه، شكل البلحه، ده ملحم في لحم. عايزين نعمله هريسه. يلا بينا نسمي الله ونعمل مع بعض. انا غسلته وهنقطعه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هننضفه، اللي حابب يعمله ويبقى حامي شويه ما ينضفوش، انا بنضفه اهو. بسم الله، لا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر. بصوا عامل ازاي اهي. بس عشان حامي فانا لابسه اي حاجه في ايدي بس اهو. تنظيفه مفيهوش اسهل منه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. نعمليها كده من تحت اهي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل الكميه وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما وضبنا الفلفل وقطعناه بالشكل دوت. انا شلت البذر عشان ما يبقاش حامي، عشان اعرف احطه في اي تتبيله انا محتاجاها، او لو ما حدش بيحب الفلفل حامي قوي بيبقى كده الطعم هيبقى كويس. هضربه في الخلاط في الكبه وارجع لكم تاني ان شاء الله. بصوا الهريسه بتاعتنا اتضربت ازاي حلوه. ده الفلفل ده فيه لحم وجميل ازاي ما شاء الله. ده كيلو فلفل يا جماعه، ده اخر حبه هضربهم ان شاء الله. بس ضفت عليهم فصين توم، اللي حابب يحط يحطهم، مش حابب مش مشكله، بس هو بيديه طعم حلو. هضربهم وارجع لكم تاني ان شاء الله. بصوا حطيت، انا حابه احطها على النار تشم النار شويه، علشان الفلفل الطبيعي فيه ميه، فانا عايزه انشفه ياخد النار بس يا دوبك 5 دقايق كده، علشان لما بيتحط كده ساعات بيحمض واحنا مش عايزين الحاجات دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حط فيها حبه زيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا قوه الا بالله، الله اكبر، اللهم صل على النبي اهو. دي طريقه من الطرق، ممكن تعمليه بنفس الحاله دي من غير ما تنزليه على النار، بس انا حابه انزله على النار اهو يبقى حلو. انا عامله اصلا حبه قبل كده من غير منزلها على النار. بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الصلاه. مجرد بس ينزل كده هننزل بيه عليه معلقه ملح، علشان ايه؟ يا دوبك بس تطعمه كده، مش ممكن كبير اهي. سيبوا 5 دقايق ونرجع لكم تاني. بصوا فيه الميه ازاي بتنشف، بتبقبق اهي، تنشف الميه دي وهنطفي عليه كده. طفينا عليه سيبناه بس هيهدى شويه وبعدين نعبيه معاكم ان شاء الله. شايفين عبينا هريسه التوم اهو. الهريسه بتاعتنا حطينا فيها فص ثوم تحفه، يعني عملنا لها بكل تركاتها بابسط طريقه اي حد في البيت يقدر يعملها. دي موجوده في البيت، تستعمليها في كل حاجه، في قلب خضار، في قلب محشي، في قلب مخلل، في اي حاجه حابه تستعمليها. الهريسه محدش بيقدر يستغنى عنها في البيت. دي جميله جدا وبطريقه بسيطه. والفلفل اللي هو عامل زي البلح ده بيبقى فيه لحم، بيبقى احلى. والهنا والشفا. اتفضلوا معايا احلى هريسه شطه. بصوا تعالوا اوريكم بصوا عامله ازاي. بصوا الجمال بتاعها، بصوا عامله ازاي. دي كانت وصفتنا النهارده، احلى واجمل هريسه شطه هتاكلوها ان شاء الله. ما تنسوناش من لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.